بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم طلبتنا في كل مكان للقسم العلمي والادبي الصف الثاني الثانوي لماده التاريخ. النهارده هنتكلم عن مراجعه الوحده الثانيه في التاريخ، وهنتكلم عن الفتوحات الاسلاميه. طبعا في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد الامويين، في عهد العباسيين. تعالوا نتكلم دلوقتي عن بعض الاسئله المهمه جدا في شرحنا عن الوحده الثانيه. وهنعمل حاجه كويسه قوي يا شباب. اللي حضر الشرح تمام، لكن اللي ما حضرش ما عندكش مشكله. طبعا يفضل انك تكون مذاكر الباب قبل ما تجيلي. لكن احنا هنعمل حاجه مهمه جدا النهارده ان شاء الله، ان احنا واحنا بنحل هنشرح اللي بنحله بشكل جيد جدا، بحيث ان يبقى انت لامم الافكار بطريقه سلسه وسهله، وكانك ذاكرت اكتر من مره واثنين وثلاثه. جاهز معايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول مع بداية الوحدة الثانية. أول سؤال بيقول: كان هروب الأرطابون إلى مصر يوضح أهميتها العسكرية ولا السياسية ولا الدينية ولا الاجتماعية؟ طبعا الإجابة هتبقى أهميتها العسكرية. طب ليه؟ بصوا يا جماعة، طبعا احنا نقف هنا عند الارطبون، وكان اسمه تيودور، وده كان رجل وقائد بيزنطي اللي كان بيحاربوا في الحروب المختلفة. كان عمرو بن العاص داهية العرب، اللي كانوا بيقولوا عليه برضو إذا كان عندكم أرطبون الروم، إحنا عندنا أرطبون العرب عمرو بن العاص. وكلمة أرطبون يعني داهية الحرب. القصة بتبدأ إنه عمرو بن العاص قابل، أنا عايزك تستمتع معايا مش مجرد بنراجع وبس. عمرو بن العاص قابل أرطبون الروم بتاعهم ده أكتر من مرة. الحقيقة أول مرة قابله في أجنادين، في معركة أجنادين في فلسطين، وهزم. الراجل هرب من أجنادين وجري بسرعة على بيت المقدس برضه في فلسطين. وعمرو بن العاص حاصر فلسطين، بيت المقدس تحديدا، وهرب الأرطبون تاني إلى مصر. فالسؤال هنا بيقول لك: كان هروب الارطبون الى مصر يوضح اشمعنى مصر اهميتها العسكريه. ليه يا جماعه؟ قال لك لانه اشمعنى مصر؟ قال لك هي مركز ثقل الدوله، مركز ثقل البيزنطيين. يعني ايه يا مستر شريف؟ قال لك في في افريقيا تحديدا، في افريقيا. قال لك اشمعنى الارطبون؟ بعد ما تم حصاره من خلال عمرو بن العاص، تم حصار الارطبون في بيت المقدس. بعد ما مني بالهزيمه نتيجه الحصار اضطر يهرب لمصر. اشمعنى مصر؟ قال لك دي مركز قوه الامبراطوريه البيزنطيه، مركز القوه العسكريه، عشان يقدر يعمل ويصد هجمات المسلمين طبعا في منطقه افريقيا. طيب، يدل استئناف الفتوحات الإسلامية في عصر الأمويين ليه؟ قال لك الإجابة هتبقى لتحقيق الاستقرار الداخلي في الدولة. إيه اللي حصل؟ الحقيقة هنا في السؤال بيقول لك إيه؟ يدل استئناف الفتوحات الإسلامية في عصر الأمويين. هو إيه اللي حصل؟ طبعا حضراتكم عارفين إنه الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، تحديدا في عهد الخليفة الرابع بالذات اللي هو علي ابن أبي طالب، توقفت فتوحات الإسلامية بسبب الفتن. من بعد الفتن والانقسامات، من بعد بقى الخلفاء الراشدين تحديدا بعد علي ابن أبي طالب، توقفت الفتوحات. فجاء الأمويين فبدأوا يقوموا بفتوحات من جديد بعد توقفها في عهد الخليفة الرابع علي ابن أبي طالب. ليه؟ عشان يحققوا الاستقرار الداخلي للدولة الإسلامية. السؤال اللي بعده بيقول: يوجد اختلاف واضح في فتوحات الدولة العباسية عن فتوحات الدولة الأموية. ايه الفرق في فتوحات الدولة العباسية عن فتوحات الدولة الأموية؟ ايه الفرق بين فتوحات دول وفتوحات دول؟ هل الحرص على استمرار الفتوحات والاعتماد على الموالي كعنصر أساسي في الفتح، ولا فرض الخلفاء لإراداتهم السياسية، ولا طبعا الإجابة الاعتماد على الموالي كعنصر أساسي. إيه يا عم؟ قال لك الفتوحات، الفرق بين الدولة الأموية والعباسية ان الدولة الاموية كان الخلفاء الامويين زي الوليد بن عبد الملك ومعاوية بن ابي سفيان، كانوا الخلفاء جيشهم وهم بنفسهم بيقوموا بالحرب والفتوحات. لكن في العصر العباسي، خاصة العصر العباسي الثاني اللي قعد حوالي 400 سنة تقريبا، كان العباسيين نتيجة ضعفهم كانوا بيخلي مجموعة من الدول المستقلة اللي تخضع برضه
لحكم الدولة العباسية والخليفة العباسية، لكن كاسم فقط، كانوا بيخلي الدول دي هي اللي بتحارب بالوكالة عن الدولة العباسية، لكن باسم برضو الخلافة العباسية. يبقى هنا الدولة العباسية تختلف عن الأموية، إن العباسية كانت بتعتمد على الموالي اللي هم الحرب بالوكالة، زي كانت بتعتمد على الطولونيين والإخشيد والحمدانيين والأغالبة. كل دي دول مستقلة كانت بتحارب باسم الخلافة العباسية، بدل ما الدولة العباسية تنزل هي تهاجم وتعمل فتوحات بنفسها، لكن كانت بتخلي حروب الوكالة الدول التانية دي هي اللي تقوم بالحرب تحت اسم الدولة العباسية. لكن الأمويين لا، كانوا هم بينزلوا يحاربوا بنفسهم. السؤال الرابع، يرجع خروج الخلفاء العباسيين بأنفسهم في بعض الأحيان في حروبهم ضد الروم. الإجابة ليه؟ قال لك نتيجة خطورة هجمات الروم على مناطق الحدود. شوف يا شباب، هو صحيح كان العباسيين والخلافة العباسية كانت بتستخدم مجموعة من الدول بالوكالة ان هم يحاربوا باسم الخلافة العباسية ويعملوا فتوحات زي ما هم عاوزين، لكن كانت احيانا كان في بعض الحروب الشرسة جدا والخطيرة جدا على الدولة العباسية كان بتضطر الخلافة العباسية انها تهاجم بنفسها ضد هجمات الروم على مناطق الحدود. السؤال الخامس بيقول القائد المسلم الذي فتح شمال افريقيا، خد بالك من الحتة دي، ولم تستقر فتوحاته بها. مبدئيا شمال افريقيا انت بتتكلم كده في برقة اللي هي ليبيا، بتتكلم في المغرب، بتتكلم في تونس. الحقيقه انا عندي 2 قاده مهمين جدا 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 في منطقه شمال افريقيا، عندي موسى بن نصير وعقبه بن نافع. طب ايه الفرق بين موسى بن نصير في الشمال الافريقي اللي انا قلت عليه في فتوحاته هناك بينه وبين عقبه بن نافع؟ شوف، واحد اللي هو عقبه ابن نافع ده خد الشمال الافريقي وبدا ياخد مجموعه من المدن والبلاد ويفتحها فتوحات اسلاميه، ولكنه في النهايه لم يستمر في هذه الفتوحات. ليه الراجل ده لم يستمر؟ يبقى هنا لم يستمر لانه قتل في معركة تهودة 64 هجري. طب مين اللي استمر في الفتوحات؟ هنا بقى استمر واستقر، ده موسى بن نصير. يبقى ايه الفرق بين موسى بن نصير؟ خدوا بالكم يا جماعه، انا مش بس بجاوب، انا بشرح وبنقول نواتج التعلم وايه الفروق ما بين الشخصيه والشخصيه وحرب وحرب وما بين السطور، لانها بتجيلي في اسئله اخرى. يبقى انا عندي شخصيتين في شمال افريقيا مهمين جدا، واحد استمر واستقر في فتوحاته وده موسى بن نصير واستخدم طارق بن زياد معاه، وفي واحد تاني عمل فتوحات لطيفة ولكن لم يستمر للنهاية لأنه قتل في معركة تهود 64 هجرية وهو عقبة ابن نافع. يبقى اللي استمر موسى ابن نصير والذي لم يستمر. يبقى خد بالك لما يقول لي القائد المسلم الذي فتح شمال افريقيا، لو قال لي واستقر واستمر يبقى ناخد موسى بن نصير، قال لي ولم يستقر فتوحاته ولم يستمر يبقى عقبة ابن نافع. السؤال اللي بعد كده بيقول القاسم المشترك بين معركة سبيطلة وفتح الأندلس. ايه القاسم المشترك؟ يعني ايه الصفة المشتركة بين معركة سبيطلة في تونس ومعركة فتح الأندلس في أسبانيا؟ ايه الصفة المشتركة بين المعركتين أو الفتحين؟ هل استئذان هي الإجابة استئذان الخلفاء قبل الفتح. طب ليه يا عم؟ قال لك بالنسبة لسبيطلة، احنا بنتكلم سبيطلة دي موجودة فين يا أستاذ؟ في تونس، دي كانت مدينة أثرية. وهنا هتلاقي واحد اسمه عبد الله، خد بالك بقى بتكتب ورايا، ابن أبي السرح، وده استأذن خليفة المسلمين في الوقت ده اللي هو مين الخليفة يا أستاذ؟ عثمان بن عفان. قال له يا خليفة أنا محتاج أفتح سبيطلة. فالخليفة عثمان بن عفان بدأ يستأذن
او بمعنى ادق يستشير المساعدين بتوعه وقالوا له ايه، اتوكل على الله. طيب بالنسبه للاندلس اللي هي اسبانيا، وهنا القائد مش عبد الله بن ابي الصرح بقى، انما موسى ابن نصير، موسى بن نصير. وده كان الخليفه اللي موجود في الوقت ده اسمه الوليد ابن عبد الملك. وده يا شباب كان طبعا الخليفه الاموي. والراجل ده قال موسى بن نصير، لما موسى بن نصير استأذن الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين الأموي في آنذاك الوقت، قالوا عايزين نفتح الأندلس لأنها مهمة بالنسبة لنا. بالمناسبة الأندلس اللي هي أسبانيا، قال له شوف افتحها بس جرب الأول. قال له يعني إيه؟ قال له يعني ابعت مجموعة من السرايا الصغيرة اللي هي مجموعة من الجيوش الصغيرة جدا جدا، استطلع الأمر، ولو الدنيا تمام خلاص كمل الفتح وتوكل على الله. يبقى اذا ايه القاسم المشترك او الصفه المشتركه ما بين فتح سبيطله والاندلس؟ هو انه القائد طول الوقت زي عبد الله ابن ابي الصرح ولا موسى بن نصير كانوا بيستاذنوا قبل الفتح قادتهم او خلفائهم، اللي هو عثمان بن عفان والناحيه الثانيه الوليد ابن عبد الملك. السؤال السابع مهم قوي يا جماعه، حاول تكتب معايا لو حابب تكتب معلومات، بنقول معلومات مهمه جدا 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 مع حضراتكم، وبتساعدنا في ان انا الم الباب بشكل جيد. نجح العباسيون خلال العصر العباسي الثاني، خلال العصر العباسي الثاني في الحفاظ على حدود الدوله الاسلاميه، خد بالك، الشماليه، من خلال بعض الدول المستقله. مش احنا قلنا يا جماعه ان العصر العباسي كان عصرين، عصر اول وعصر تاني. العصر الاول قعد يعني حوالي اظن 100 سنه، وده كان العباسيين كانوا بيحاربوا بنفسهم وكانوا بيعملوا فتوحات. العصر العباسي الثاني وده قعد حوالي 400 سنه، ده كان الخلفاء العباسيين بداوا يضعفوا وبداوا يستخدموا بعض الدول بالوكاله انها تحارب نيابه عن الدوله والخلافه العباسيه. يعني هفتح دول اخرى يخش فيها الاسلام من خلالي انا كدوله، بس باسم الخلافه العباسيه. مين اللي عمل الكلام ده؟ مين الدول المستقله اللي كانت بتعمل فتوحات اسلاميه باسم الخلافه العباسيه، لكن الخلافه العباسيه ما كانتش بتحارب؟ من الدول دي كانت الاغالبه. كان عندك الطولونيين في مصر، عندك الحمدانيين، عندك الاخشيد. الحقيقه عندي مجموعه من الدول المستقله اللي كانت بتحارب نيابه عن الخلافه العباسيه وتعمل فتوحات. المهم الراجل بيقول لي نجح العباسيون خلال العصر العباسي الثاني في الحفاظ على حدود الدوله الاسلاميه الشماليه من خلال بعض الدول المستقله مثل الدوله الطولونيه على طول. طب ليه اخترت الطولونيه؟ اولا الزيديه ما اقدرش اقول عليها لان دي كانت ضد الدوله، خد بالك، العباسيه، فبالتالي عمرها ما هتكون ولا ده. بص، اول ما اقول شماليه اختار الطولونيه على طول، اول ما اقول شماليه يبقى الطولونيه. طيب عندي بيقول سؤال، لم يقم للفرس قائمه بعد معركه القادسيه ولا البويب ولا ذات السلاسل ولا خراسان؟ خدوا بالكم، الحقيقه في معركتين مهمين جدا قام بها المسلمون ضد الفرس. انا عاوزك تاخد بالك قبل ما نجاوب. معركة اسمها القادسية ومعركة اسمها نهاوند. الاتنين دول كان ضد الفرس، مسلمين ضد الفرس. القادسية، وهنا كسب المسلمين في القادسية وانتصروا على الفرس، ودي نقدر نقول عليها بداية النهاية للفرس، خد بالك. طيب نهاوند، طبعا نهاوند دي كانت 21 هجرية في إيران، ودي نهاية الفرس. يبقى أنا عندي معركتين، واحدة بداية النهاية اللي هي القادسية، وواحدة نهاية النهاية ونهاية الفرس نهائيا اللي هي نهاوند. ماشي يا معلم؟ المهم قال لي لم يقم للفرس قائمة، يعني خلاص ما يبقاش في حاجة اسمها فرس أصلا بعد معركة إيه؟ القادسية. لا، دي بداية البداية.
ذات السلاسل مش موجودة، البويب دي مش موجودة. يبقى الإجابة من غير ما أفكر خراسان. وعلى فكرة خراسان دي تقدر تقول عليها شرق إيران، عشان لما تقول يقول لك الشرق الامبراطوريه الفارسيه، زي ما يقول السؤال ده سيطر المسلمون على الجزء الشرقي من الامبراطوريه الفارسيه، يبقى خراسان على طول. يبقى لما يقول لي الجزء الغربي يبقى نهاوند، الجزء الشرقي يبقى خراسان. بدايه نهايه الفرس يبقى معركه القادسيه، نهايه الفرس نهائيه ولم تقم لهم قائمه يبقى نهاوند، دي هنشوفها بعد كده. طيب السؤال اللي بعد بيقول لك ايه؟ ظهر التزام الخليفة عمر بن الخطاب ببنود صحيفة المدينة عند دخول بيت المقدس من خلال الحرص على الدفاع المشترك ولا حرية العقيدة ولا الحرية الاقتصادية ولا استقلال المال؟ لا، حرية العقيدة. يعني صحيفة المدينة في الباب الأولاني اللي هو انتشار الدعوة الإسلامية وبتاع، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أو يثرب وبدأت تستقر بدايات الدولة الإسلامية، بدأوا يعملوا دستور اللي هو المدينة أو صحيفة المدينة، وكان من ضمن الدستور حرية العقيدة، يعني اليهودي يهودي والمسلم مسلم والمسيحي مسيحي، مفيش مشكلة، كل واحد ليه حرية أن يعتقد فيما يعتقد. نفس الكلام بعد فترة من الزمن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، لما دخل ابن الخطاب بيت المقدس وعمل الصلح مع بطريرك بيت المقدس، لما هرب الراجل اللي اسمه أرطبون جري على مصر وبيت المقدس بقت لوحدها، فتحها المسلمين عمرو بن العاص. الراجل بتاع بيت المقدس البطريرك قال لك لا، انا ايه، عاوز مين؟ عاوز عمر بن الخطاب نفسه هو اللي يعمل معايا الصلح. وفعلا بما ان بيت المقدس مدينه دينيه لها تراث خاص، فانا هعمل مع الكبير بتاعكم. فعلا لاول مره بيسافر عمر بن الخطاب من المدينه وبيخرج منها وبيروح الى بيت المقدس ويعقد الصلح مع الراجل اللي هو بطريرك الكنيسه. وعمل مع الراجل ده صلح اسمه الامان، حريه العقيده. عقد الامان اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب مع بطريرك الكنيسة في بيت المقدس عشان يعملوا الصلح بينهم، عقد الأمان أمان إيه بقى؟ يعني قال له عقد الأمان إنك ليك حرية العقيدة، حرية الدين، اليهودي يهودي واللي عاوز يسلم يسلم، حرية أمنوا على عقيدته، أمنوا على نفسه، أمنوا على دينه، أمنوا على ماله. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال 11، كان لفتح المسلمين. انا ماشي معاك واحده واحده، ما تستعجلش، بالراحه، ولو ليك اي سؤال ابعتهولي وهبعت لك البي دي اف بتاع ملزمه الشرح والاسئله واللي انت عاوزه. الراجل بيقول، وطبعا هنبدا نسرع بعد شويه، كان لفتح المسلمين بلاد المغرب نتائج دينيه وثقافيه. طبعا انتوا عارفين مين اللي فتح او المسلمين فتحوا بلاد المغرب اللي هي شمال افريقيا. احنا قلنا دخل فيها حسان بن النعمان اللي واجه البربر وقضى عليهم وقابل الكاهنه بتاعتهم دي وخلص عليها. قابلنا عقبه بن نافع، طارق بن زياد، موسى بن نصير، كل دي ناس اشتغلت يعني. المهم كان لفتح المسلمين بلاد المغرب نتائج دينيه وثقافيه تمثلت في مشاركه البربر في الجيش الاسلامي. هل طبعا انتوا عارفين البربر دول في المغرب وتونس، لما فتحنا المغرب البربر دول في الاخر بقى بيننا وبينهم نسب وصلح وعلاقات لطيفه لدرجه ان هم يعني يعتنقوا الاسلام، وفي منهم بدا ينضم للجيش الاسلامي في الفتوحات في الاندلس وعملوا شويه حاجات حلوه قوي قوي قوي. هو بيقول لك كان لفتح المسلمين بلاد المغرب نتائج دينيه وثقافيه تمثلت مشاركة البربر في الجيش الإسلامي. هل مشاركة البربر في الجيش الإسلامي نتيجة دينية؟ لا. طب اعتناق البربر الإسلام هي دي دينية وثقافية، وتعلم اللغة دينية أهي اللي هي اعتنقوا الإسلام، ثقافية إن هم بقى يتكلموا اللغة العربية. يبقى الإجابة فقرة باعتناق البربر الإسلام وتعلم اللغة العربية. خليني بس أقول لك حاجة. أنت في الأسئلة لما بتيجي تحل ما بتعملش زي كده، أنت بتقرأ. انا بس عشان ايه ادي سرعه فبروح معظم الاسئله بخش على الاجابه على طول واقول ليه، بساعدك. لكن انت في الامتحان بتدور انك تستبعد الاجابات الغلط او الاختيارات الغلط عشان يبقى لك في الاخر
الإجابة الصح. السؤال اللي بعد كده رقم 12 بيقول أصبح هناك فاصل طبيعي. فاصل طبيعي يعني حدود بين الدولة الساسانية اللي هي الفرس في العراق. فرس طبعا احنا عارفين اللي كان بيحكم العراق الفرس. أصبح هناك فاصل طبيعي بين الدولة الساسانية والدولة الإسلامية بالعراق بعد فتح المدائن، معركة القادسية، فتح نهاوند، موقعة ذات السلاسل. مبدئيا ذات السلاسل دي مش موجودة عندنا أصلا في المنهج خلاص. إنما معروف إنه القادسية هي بداية نهاية الفرس زي ما قلنا من شوية. إيه اللي حصل؟ في القادسية هنا كان القائد سعد ابن أبي وقاص اللي قابل الفرس. طبعا هنا الراجل ده اسمه سعد ابن أبي وقاص، خد بالك ده القائد في معركة القادسية. خد بالك الراجل ده هزم الفرس في القادسية. طب ايه علاقة الحدود؟ قال لك لما المسلمين هزموا الفرس في القادسية تحديدا في العراق، ان هي كانت تحت الحكم الفارسي، بدأ يحصل هنا اولا نهاية الدولة الساسانية، خلصوا عليها لتبع الفرس. تمام يا شباب؟ وبعدين قال لك اتسعت الحدود ما بين الدولة الإسلامية والفرس. يعني بعد ما كان الفاصل بينتهي علاقة الدولة الإسلامية بالفرس كحدود عند العراق، لا هم خدوا العراق خلاص، فاتسعت الرقعة. فبدأ يحصل هنا ان الحدود بعد ما كانت الحدود بين الدولة الإسلامية والفرس كانت لغاية العراق بس، لا ده بقى لغاية جبال زاجروس. يبقى هنا لما يجي يقول أصبح هناك فاصل طبيعي بين الدولة الساسانية والدولة الإسلامية بالعراق بعد معركة القادسية، لأنها اتسعت إلى جبال زاجروس. يعني الأول كان الحد الفاصل ما بين الدولة الإسلامية والفرس هو العراق، يعني نهاية العراق. لكن لما المسلمين خدوا العراق في القادسية وخلصوا على الدولة الساسانية في الفرس في العراق، اتسع المسافة ما بين أو الحد الفاصل ما بين المسلمين والفرس إلى جبال زاجروس في إيران. ده الفاصل الطبيعي، بقى المسافة أكبر بعد مكسب المسلمين في معركة القادسية سعد ابن أبي وقاص. تشابه موقف ملك الصين من الفتوحات بموقف حاكم سبتة ولا جرجاريوس ولا هرقل البيزنطي ولا ملك القوط. شوف هرقل ده مش موجود أصلا، الراجل ده موضوع تاني خالص. ملك القوط والبتاع اللي اتقتل مش هو. تشابه موقف ملك الصين بموقف حاكم سبتة. حاكم سبتة ده حاكم بيزنطي روماني. لما المسلمين جم ناحيته، سبتة دي فين يا أستاذ؟ في المغرب. فقال لك انا هعمل صلح مع موسى بن نصير، وعمل صلح مع المسلمين وبدأ يجيب العسكريين بتوعه واجزاء من الجيش بتاعته يساعد المسلمين وموسى بن نصير في فتح الاندلس، رغم انه كان طمعان فيها برضه، يعني اللي هو مين؟ سبتة ده حاكم سبتة. المهم، طب وملك الصين عمل ايه؟ ملك الصين يا عم لما وصلنا عند قتيبة بن مسلم، وصل عند حدود الصين، الراجل قال له ايه؟ اعمل صلح. يبقى ايه التشابه بين موقف ملك الصين او تشابه موقف ملك الصين من الفتوحات بموقف مين؟ حاكم سبتة. ليه؟ لان الاتنين ده ولا ده طلبوا الصلح من المسلمين، طلبوا الصلح من المسلمين. طيب تمام، نخش على السؤال اللي بعده. استطاعت دولة الأغالبة فتح جزيرة صقلية، تمام، بطريقة دبلوماسية مدنية دينية عسكرية؟ لا عسكرية طبعا. خدوا بالكم جزيرة صقلية دي على البحر المتوسط، وهنا كان ده في عصر عباس الثاني برضو حروب الوكالة. فقام الأغالبة دول ساعدوا العباسيين ان هم يسيطروا على البحر المتوسط. تمام. بالمناسبة هنا كانت المعركة دي كان القائد اسمه ايه؟ الأسد ابن الفرات او اسد ابن الفرات، اسد ابن الفرات. واستطاع ان هو ينتصر هذا القائد على او ياخد جزيرة صقلية ويسيطر على البحر المتوسط. كان 213 هجري. طيب
هنروح لسؤال. بدأ معاوية ابن أبي سفيان، طبعا ده كان خليفة الأمويين أو الخليفة الأموي في نظام الصوائف والشواتي، واستمر خلال العصر العباسي بسبب إيه؟ شوفوا يا جماعة، معاوية بن سفيان عمل نظام اسمه الصوائف والشواتي، ودي عبارة عن حملات عسكرية صيف وشتاء. بتروح فين بقى الحملات دي؟ بتأمن الحدود أو تؤمن حدود الدولة الإسلامية في منطقة الثغور والعواصم اللي هي في منطقة الشام. يبقى الحد ما بيني وبين الروم في منطقة الشام أنا عاوز أأمنها، فببعت حملات عسكرية صيف وشتاء. اللي بدأ القصة دي كان معاوية ابن أبي سفيان. استمر خلال الكلام، معاوية ده أموي، ها، العباسيين من بعده بدأوا يستخدموا نفس النظام برضه، اللي هو الصوائف والشواتي والحملات العسكرية. قال لك بدأ معاوية ابن أبي سفيان نظام الصوائف والشواتي، واستمر خلال العصر العباسي بسبب رغبة العباسيين في تقليد أفكار الأمويين. أكيد لا، أنا مش عاوز أقلدك، أنا هعمل حرص العباسيين على إظهار قواتهم العسكرية إذا كان بيحاربوا بالوكالة، فعاليتهم في تأمين فعالياتها دي فعالياتها طبعا في تأمين الدولة الإسلامية. هم طبعا شافوا إنه نظام الصوائف والشواتي ده نظام بجد فعال جدا في تأمين حدود الدولة الإسلامية، خاصة في منطقة الثغور والعواصم في الشام وآسيا الصغرى اللي هي إيه، تركيا. وبكده بيأمنوا نفسهم ضد هجمات الروم، لدرجة إن هم تحولوا من الدفاع للهجوم بعد كده على الروم. سؤال مهم جدا بيقول: فرضت الدولة الإسلامية سيطرتها الكاملة على الشمال الإفريقي على يد القائد مين؟ شوف، أنا بس عاوز أقول لك إن حسان بن النعمان ده هو اللي قضى على البربر، فهو أنا دي مش الإجابة. طارق بن زياد ده القائد اللي مسك طنجة وكان والي عليها، برضو مش هي. احنا قلنا مين اللي فرض السيطرة على منطقة الشمال الافريقي؟ مش انا قلت لك عندي اتنين مهمين قوي يا جماعة في الشمال الافريقي بتاع ليبيا وتونس والمغرب والحتت ديت، موسى بن نصير وعقبة بن نافع. قلنا ان عقبة بن نافع فتح الساحل الافريقي بس لم يستمر. ليه لم يستمر؟ لانه قتل في معركة تهود 64 هجري. يا عم انا لسه قايل لك، الله، مين الوحيد اللي استمر وسيطر وفكر ودمر واتحكم وعمل كل اللي هو عاوز؟ موسى بن نصير. يبقى الاجابه ما يقول لك فرض الدوله الاسلاميه سيطرتها الكامله على الشمال الافريقي، يبقى موسى بن نصير. طب فتحت الدوله الاسلاميه بعض مدن وبلاد الشمال الافريقي ولكنها لم تستمر، يبقى عقبة بن نافع. الإجابة فرضت السيطرة، يبقى موسى ابن نصير. اتجه المسلمون عام 21 هجرية، أكيد معركة نهاوند، لفتح الإمبراطورية الفارسية بأكملها لأسباب عسكرية اجتماعية جغرافية اقتصادية. الحقيقة سؤال 17: اتجه المسلمون عام 21 هجرية لفتح الإمبراطورية الفارسية لأسباب جغرافية، ما تفرقش معايا، اقتصادية لا برضو، اجتماعيه لا، هي اسباب عسكريه طبعا. وهم بالنسبه لنا عدو بيهاجمنا كل شويه، فاحنا عاوزين نامن نفسنا. ده عندي فيه سؤال 17. طبعا احنا عارفين ان دي كانت معركه، يعني لما يجي يقول لي فتح 21 دي على فكره معركه النهاوند، عشان بالمره 21 هجريه، وكانت بقيادة النعمان ابن مقرن أو مقرن المزني، واستطاع أنه يهزم في نهاوند. خد بالك نهاوند دي غرب إيران. واستطاع النعمان ابن مقرن أن يهزم الفرس، وكان قائد الفرس في الوقت ده واحد اسمه يزدجر الثالث. عمل الراجل ده في نهاوند اللي هي فتح الفتوح، سموها فتح الفتوح لأنه قضى ساعتها بقى هنا النعمان بن مقرن، رغم انه استشهد في المعركه، قضى على الفرس تمام. طيب شباب، تعالوا نشوف سؤال 18 بيقول: اي من العلوم الاتيه استفاد منها البيزنطيون في حمايه عاصمتهم؟ الكيمياء والفلك
ولا الكيمياء والهندسة ولا الطب والهندسة ولا الحقيقة الإجابة الكيمياء. الإجابة هتبقى الكيمياء والهندسة. ليه؟ شوفوا يا جماعة، البيزنطيين دول كان عندهم عاصمة، العاصمة اسمها القسطنطينية. الحقيقة المسلمين طول الوقت كانوا بيحاصروا في عهد الخلفاء المختلفين، كانوا بيحاولوا يفتحوا القسطنطينية. دي كانت عاصمة الدولة البيزنطية، القسطنطينية دي في تركيا تحديدا. وكان المسلمين بيفشلوا. ليه؟ قال لك لأسباب طبيعية زي البرد القارس، المطر الغزير، كان عندهم هندسة الأبراج العالية فبتوقف عملية المفاجأة. فأنا النهاردة لو العدو أو الخصم جاي يخش عليك، أنت شايفني من البرج من فوق، عنصر المفاجأة بتاع المعركة والانتصار فيها مش موجود. كانوا كمان بيستخدموا الحواجز والسلاسل وبتاع، كان ناس دماغ. فعشان كده كنا بنفشل في دخول القسطنطينية. فالراجل بيقول طب البيزنطيين اللي عاصمتهم القسطنطينية كانوا بيستخدموا ايه؟ الكيمياء والهندسة. ليه الكيمياء؟ الكيمياء لانه كان بيستخدموا حاجة اسمها كرات النار. وكرات النار دي يا شباب، انك انت كخصم جاي عليا، فانا اقوم ايه، ابدا احط ماده كيميائيه كده على كرات معدنيه، وابل بالمقلاع كده يترمي على العدو وتعمل له مصيبه. يعني كانوا بيستخدموا مواد كيميائيه في كرات النار دي عشان تستمر النار فترات كبيره. يعني عندي برضو الهندسه، استخدموا الهندسه اللي هي قصه الابراج اللي انا قلت لك عليها من شويه، وكمان الحواجز والسلاسل اللي كانت بتمنع دخول الايه الجيوش الاسلاميه عليهم. عندي سؤال كمان بيقول القائد الذي واجه في فتوحات ومقاومه من قياده نسائيه. الحقيقه انا ما عنديش في الباب ده ست لعبت دور وحسينا بيها غير واحده بس، اسمها الكاهنه. والكاهنه دي كانت قائده البربر. البربر دول اللي هو تلك القبائل اللي موجوده في المغرب وتونس والجزائر، بس هنا تحديدا يقصد المغرب. واللي قابلها حسان بن النعمان، حسان واللي استطاع انه يقضي على الكاهنه والبربر في هذه المنطقه. ماشي، حسان بن النعمان ما تنساش هو اللي قضى على البربر في المغرب بقياده الست بتاعتهم الكاهنه. ماشي. السؤال اللي بعده، تمثلت اكثر الديانات انتشار. الحقيقه السؤال ده شباب معرفش فلت كده في الملزمه بس شغال هو معانا برضو، بس ده تبع الوحده الاولى. بيقول لك ايه اكتر الاديان انتشارا في المناطق الشبه ملكي، الحكم الشبه الملكي. اكتر الاديان في عند العرب قبل الاسلام هي الديانه المسيحيه، لان دي كان بيؤمن بيها اتنين متاثرين بممالك الفرس والروم اللي هم الغساسنه تبع الروم، والحيره تبع الفرس. والاتنين طبعا كانوا يدينوا رغم اختلاف الحليف، ده تبع الفرس ده تبع الروم، لكن كانت الديانه واحده وهي الديانه المسيحيه. سؤال 21 بيقول يدل استدعاء خالد بن الوليد لاستكمال فتوحات بلاد الشام الى تمسك الخليفه بقياده خالد؟ لا، هو راجل كويس بس كان بيحارب في العراق في الفتره دي. طب اهميه وضع الخطط البديله، انتهاء خالد من فتوحات العراق ما كانش لسه خلص. انتصار الروم على جيوش المسلمين لا برضه. انما الاجابه هي اهميه وضع الخطط البديله. احنا قلنا ان خالد بن الوليد كانت داهيات حرب، كان راجل بيعمل حاجه اسمها استراتيجيات عسكريه، ويقدر يعمل الخطه والخطه البديله. وظهر يمكن شطاره خالد بن الوليد القائد العام للجيوش الاسلاميه في غزوه مؤتة زمان في الباب الاولاني. في غزوه مؤتة كان عدد الروم للقضاء على المسلمين كان 200,000 وكان المسلمين 3000. ولما اتقتل الثلاثه قاده المسلمين نزل خالد ابن الوليد وبقى يحط الميمنه في الميسره والميسره في الميمنه، واستطاع ان هو يلخم العدو ويحسسه انه بيجي لنا مدد كل شويه ان الوشوش بتتغير. فكان داهية حرب واستطاع انه يخرج باقل الخسائر. يبقى انا كالخليفة المسلمين قلت تعالى يا خالد يا ابن الوليد، رغم انه ما انتهاش من معارك العراق ضد الفرس، قال له تعالى هنا، فجابوا له اهميته وقدرته على وضع الخطط البديلة. في سؤال رقم 22 بيقول، ركز معايا،
نجح العباسيون خلال العصر العباسي الثاني في الحفاظ على حدود الدولة الإسلامية الشمالية من خلال، بصوا يا جماعة، أول ما أقول شمالية يبقى الدولة الطولونية على طول، شمالية طولونية، طولونية. السؤال اللي بعده، عبر موسى بن نصير بقواته إلى الأندلس بهدف نجدة قوات طارق بن زياد، ولا مواجهة التجمعات الجديدة للقوط، ولا التعجيل بإتمام فتح الأندلس، ولا ترتيب أمور الحكم في الأندلس؟ التعجيل بإتمام فتح الأندلس. ليه؟ هقول لك حاجة غريبة حصلت. أنت فاكر حاكم سبتة بتاع المغرب ده اللي عملنا معاه، الحاكم البيزنطي اللي عملنا معاه صلح، والراجل يعني كان ايه على قلبه مراوح وزي العسل، وانا معاكم يا مسلمين وهديكوا جنود تحاربوا تفتحوا الاندلس. اتاري الراجل ابن الذين كان طمعان في فتح الاندلس. فلما عرف موسى بن نصير الموضوع دون، قال لك لا، احنا عاوزين نعجل باتمام فتح الاندلس لطمع حاكم سبته. الراجل ده كان عاوز ياخد الاندلس، فراح موسى بن نصير عجل بالقوات للحصول عليها قبل ما تحصل مشكله وبتاع سبته ده يخش في الموضوع. 24 بيقول بسط المسلمون سيطرتهم على بلاد فارس باكملها بعد معركه القادسيه. احنا قلنا دي بدايه النهايه للفرس، ولكن ليست النهايه، فمش دي. طب فتح خراسان، فتح الراي، لا. امال ايه يا عم؟ نهاوند. واحنا مش قلنا نهاوند 21 هجرية النعمان بن مقرن المزني اللي حارب يزدجر الثالث الفارسي وانتصر عليه في نهاوند اللي هي غرب ايران؟ ها، لكن للاسف قتل واستشهد النعمان بن مقرن في هذه المعركة. بس احلى حاجة نهاوند دي اسمها فتح الفتوح، لان قضي فيها على الحكم الفارسي تماما، فكانت النهاية نهاية النهاية. طيب، نهاية الفرصة. السؤال اللي بعده، اشرك اشراك الدولة الاموية للبربر في الفتوحات الاسلامية يدل على تواصل البربر مع الروم، يعني هما في السكيتي كده مع الروم؟ لا. رغبة البربر في هجرة أراضيهم؟ أكيد لا. طب رغبة البربر في الحصول على الغنائم؟ لا. ليه يا جماعة الدولة الأموية كانت بتحاول تشرك البربر في الفتوحات الإسلامية؟ حرص الدولة على مبدأ المواطنة. الله، هو يا عم انت مش البربر دول اللي هو حسان بن النعمان اللي قضى على الكاهنة بتاعته، والراجل والبربر بقى القبائل البربريه دي بقت مع المسلمين وتعلمت اللغه العربيه ودخلت الديانه الاسلاميه، فخلاص ياكلوا اكلنا ويشربوا شربنا وياخدوا ارضنا ونعيش مع بعض، وارضك ارضي واكلك اكلي وشربك شربي، يا جماعه احنا مع بعضينا. امال ايه؟ فهو لما الامويين خلوا البربر يدخلوا معانا في الحروب وفتح الفتوحات المختلفه، قال لك لانك مواطن زيك زي اي حد من اللي معانا، حقك. وبالتالي ادخالهم واشراكهم في المعارك هو حرصا من الدولة الأموية على مبدأ المواطنة. طيب، السؤال اللي بعده، وصلت فتوحات الدولة العباسية إلى جنوب أوروبا. جنوب أوروبا يعني صقلية وقبرص. الحقيقة من أيام هارون الرشيد، واحد من الخلفاء الجامدين قوي في العصر العباسي، الراجل دون كانت فيه مشكلة انه الابارسة دول والصقليين، كان دي منطقة البحر المتوسط عايزين نسيطر عليها ونعيد السيطرة عليها. فكان طبعا كان بيخلي بعض الناس هي اللي تقوم بالدور ده، اللي هي الدول اللي ايه بتشتغل بالإنابة او بالوكالة ان هم يعملوا فتوحات إسلامية بس تحت اسما فقط الدولة الايه العباسية. فكان مين اللي عمل الموضوع دون وحب يروح على المنطقة دي؟ كان دولة الأغالبة، واحد اسمه اللي قلنا عليه قبل كده أسد ابن الفرات، اللي خد صقلية واستطاع انه يحصل على صقلية، ودي مدينة مهمة جدا في البحر المتوسط، على ساحل البحر المتوسط، للسيطرة على منطقة البحر المتوسط، لأن حروب العباسيين كانت برا وبحرا. اختلفت الفتوحات الأموية عن الفتوحات العباسية في ايه؟ توجه الفتح نحو الشرق؟ لا، الاثنين اموي وعباسي كانت الفتوحات نحو الشرق، لانه الاثنين شرق وغرب. طب مواجهه الدوله البيزنطيه؟ الاثنين كانوا بيواجهوا الدوله البيزنطيه، يبقى ولا دي ولا دي، احنا عاوزين حاجه
ده اختلف عن ده فيه. طب العمل بنظام الصواف والشواتي، لا هي بدأت بالأموية والعباسية استمرت عليها برضو، لا. السيطرة على بلاد الأندلس، أيوة، العباسية ما كانتش بتحاول تسيطر على بلاد الأندلس، إنما مين اللي كان بيحاول؟ الأموية. يبقى اختلاف الأموية، الدولة الأموية عن العباسية، إن الأموية كانت بتهتم بالسيطرة على بلاد الأندلس، العباسية لا. من البلاد التي فتحها المسلمون دون قتال، خد بالك، في عصر الخلفاء الراشدين، طبعا بيت المقدس والنوبة. طب ليه يا عم؟ قال لك في بيت المقدس دي كان عمر بن الخطاب اللي راح للراجل في بيت المقدس وقال له احنا هنعمل صلح، اللي هو بطريرك بيت المقدس، وعملوا الصلح وعهد الامان على النفس وعلى المال وعلى الدين وكده، صلح. طيب دون قتال يعني صلح. مين كمان؟ النوبة. انتوا فاكرين عمرو بن العاص لما دخل مصر فتح مصر بس ما قدرش ياخد النوبة، ليه؟ لانه كانت في حروب ما قدرش ياخدها. لكن في القائد اسمه عبد الله بن ابي الصرح، عبد الله ابن ابي الصرح، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب برضو استطاع انه يعمل مع النوبة اتفاق اسمه اتفاق او صلح، اتفاق البقط، اسمه كده اتفاق البقط. يبقى مين اللي في عصر الخلفاء الراشدين؟ البلاد اللي فتحها الخلفاء ولكن دون قتال او معارك، انما صلح، يعني بيت المقدس وايه والنوبة. طيب تمام. تعد بداية النهاية لدولة الفرس، يبقى معركة القادسية قلنا. طب نهاية النهاية يبقى نهاوند، نهاية الفرس خالص. طيب حرص الخليفة هارون الرشيد على إسكان أسرى قبرص مع المسلمين. احنا قلنا ان هارون الرشيد راح قبرص وبرضه المدن الموجودة على الساحل وانتصر عليهم، بعدين نقضوا العهد رجع لهم تاني، حاجات كده يعني. فخد الأسرى، قال لك انا ايه، عاوز اثقفهم واطبعهم بطباع المسلمين، خد شويه كتار كده وراح ايه موديهم للبلاد المسلمين وقعدهم فتره عشان ياكلوا اكلهم ويشربوا شربهم وياخدوا دينهم ويعيشوا ويتثقفوا ويطبعوا بطباعهم. فحرص الخليفه هارون الرشيد على اسكان اسرى قبرص مع المسلمين من اجل الاندماج لتعليم اللغه العربيه، لا. معاقبه على تمردهم، لا. الاستفاده بخبراتهم البحريه، لا. التعرف على قيم الاسلام السامحه، فلما يعرفوها ما يبقوش ضد المسلمين مره تانية زي ما عملوا في المره الاولى. افتقر الامويون خلال محاولتهم فتح القسطنطينيه، لما الامويين حبوا يفتحوا القسطنطينيه ما عرفوش. ليه؟ كانوا مفتقرين ايه؟ التدريب الجيد للجيوش الاسلاميه، ولا تحقيق الحشد العسكري، ولا القدره على تحقيق المكافاه العسكريه، ولا القياده العسكريه ذات المهاره. لا، هو كانوا مفتقدين التدريب الجيد للجيوش، ولا تحقيق الحشد، ولا القدره على تحقيق ولا القياده العسكريه، لا، هي التدريب الجيد للجيوش. ليه؟ لان منطقه القسطنطينيه كانت محتاجه ان الجيوش بتاعتك تتمرن على الظروف الجديده اللي كانت قدامهم، اللي هي الامطار الغزيره والبرد الشديد والحواجز الى اخره. ده سؤال رقم 31. طيب استنى، ده في خطأ هنا، انا اسف جدا، معلش. آه افتكر هنا عشان الخطأ المطبعي طبعا هو اللي فرق، لان خد بالك ممكن تلاقي اجابتين صح بس في واحده منهم اصح هنا. افتقر الامويين خلال محاوله فتح القسطنطينيه الى القدره على تحقيق المفاجاه تفرق، ايوه. ليه بقى الامويين فشلوا في فتح القسطنطينيه؟ قال لك لافتقادهم القدره على تحقيق المفاجاه العسكريه. طب ليه ما كانوش بيفاجئوا البيزنطيين في فتح القسطنطينيه؟ الله، هو مش كان عندهم فكره الابراج؟ لسه قايلها لك من شويه. يعني كان المدينه او العاصمه القسطنطينيه بتاعت البيزنطيين كان عندهم ابراج عاليه جدا يقدروا يشوفوا العدو او الخصم من فوق قبل ما يجي، فعنصر المفاجأة بتاع الخصم مش هيبقى موجود، وبالتالي مش قادرين يوصلوا للقسطنطينية. طيب سؤال 32.
يدل حرص الخلفاء العباسيين على استمرار نظام الصوائف والشواتي في الدولة الإسلامية. بسبب إيه؟ قال لك بسبب نجاح هذا النظام في حماية الدولة. يعني ليه الخلفاء العباسيين عملوا نفس فكرة الأمويين في نظام الصوائف والشواتي؟ لأن اللي هي فكرة حملات عسكرية صغيرة تروح على الحدود الدولة الإسلامية لمواجهة هجمات الإيه؟ البيزنطيين. يعني العباسيين قلدوا الأمويين في الحتة دي. قال لك لانها فكره ناجحه جدا في حمايه حدود الدوله. طيب عندي سؤال بيقول اي مما يلي يستثنى منه تطبيق المسلمين لراي الاغلبيه؟ يعني مين في الحروب الاربعه دول او الفتوحات الاربعه دول ما كانش في حته تطبيق راي الغالبيه والامر شورى وبتاع؟ بص، هي حرب الرده. ليه؟ لان ابي بكر الصديق خد قرار الحرب رغم انه اصحابه على راسهم عمر بن الخطاب كانوا بيقولوا لا، بلاش حرب الردة دلوقتي. بلاش حرب، بلاش معارك عشان ما يتفككش المسلمين. قال له والله ابدا، لو معايا حبل هحارب بيه. فهو ما خدش براي حد. لكن السبيطيل حصل، بيعه السقيفه حصل، غزوه مؤتة حصل فيهم استشاره الراي واخذ راي الاغلبيه. لكن حروب الرده الوحيده اللي كان قراره من دماغه ابو بكر الصديق. في سؤال 34 مقولة الوليد بن عبد الملك لقائد موسى بن نصير: خذها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها. تهدف إلى الحرص على سلامة جنود المسلمين والحرص على استكمال الفتوحات. طبعا الحرص على سلامة جنود المسلمين. ما أنا قلت لك إن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي كلم موسى بن نصير لما موسى قال له إحنا عاوزين نفتح بلاد الأندلس. قال له طب اصبر، اهدى شوية، ابعت سرايا استخبارات كده وتشوف الدنيا تمشي ولا لا. طبعا حرصا على سلامه جنود الايه المسلمين، مش هرميهم في التهلكه يعني. اهتم المسلمون بفتح النوبه بعد بسط سيطرتهم على مصر من اجل تامين حدود الدوله الاسلاميه جنوبا. ما جنوبا، النوبه جنوبا، والوصول لمنابع النيل لا، فتح طريق التجاره مع افريقيا لا، تامين حدود الدوله الاسلاميه غربا، لان النوبه دي ايه جنوب. ماشي. في سؤال 36 من الحاجات اللطيفة جدا اللي تعجبك، يعني بيقول: عليك يا سوريا السلام، سلام مودع ونعم البلد هذا للعدو. تدل العبارة السابقة أن هرقل محبا للسلام؟ لا، هو بيقول لهم عليك يا سوريا السلام، سلام مودع ونعم البلد هذا للعدو. يعني رغم ان سوريا بقت للمسلمين كعادوا البيزنطيين، بس هي هتبقى احلى بلد ليهم. بيخطط العودة مرة أخرى. هو يقدر مكانة سوريا، بيقول يعني ونعم البلد، فهو يقدرها يعني. كانت النسبة الأكبر للمعارك التي وقعت بين المسلمين وخصوم خلال عصر الخلفاء الراشدين الشام والعراق. احنا قلنا الشام والعراق يعني الروم والفرس. خد بالك السؤال بيقول ايه. هو طبعا المفروض استبعد لك، لكن عشان الوقت برضه انت راجل مذاكر، انت بنوته قمرايه مذاكره، فبرضه ايه، وقلنا الحاجات دي قبل كده مش عاوزين نكرر. هو بيقول كانت النسبه الاكبر للمعارك، يعني اكتر معارك حارب فيها المسلمين في عصر الخلفاء الشام والعراق طبعا. طيب الشام والعراق لانه انا هناك كنت بحارب روم وفرس. الروم في الشام والعراق هتلاقي بقى القادسيه واجنادين والخ الخ الخ. طيب يدل موقف ابو بكر الصديق من المرتدين عن موقف ابو بكر الصديق من المرتدين اللي هو الحسم ان انا والله العظيم لا اقاتلهم، رغم ان عمر بن الخطاب قال له بلاش وبعض اصحابه قالوا بلاش، لكن هو موقفه ده من المرتدين يدل على لين جانبه وتواضعه؟ اكيد لا طبعا. ده راجل بيقول لك انا هنزل احاربه. خوفه واستسلامه؟ اكيد برضه لا. حزمه وقوته ولا نصرته للمظلوم؟ اكيد حزم وقوه. اي من عصور الخلفاء الراشدين الاربعه توقفت فيها الفتوحات نتيجه الفتن والانقسامات الداخليه؟ الخليفه الرابع علي بن ابي طالب. احنا قلناها في بدايه شغلنا النهارده واحنا بنحل الاسئله ان الخليفه الرابع علي بن، بص هي في اواخر الخليفه الثالث عثمان بن عفان، وتحديدا عند الخليفه الرابع علي بن ابي طالب حصل الفتن والانقسامات وتوقفت الفتوحات. قعدنا شويه، بعدين لما جه العصر الاموي والخلفاء الامويين بداوا الفتوحات مره ثانيه. بيقول هنا سؤال: طرقت الجيوش الاسلاميه حدود بلاد الصين تحت قياده قتيبة بن مسلم. يعني الراجل اللي راح الصين، عشان بس تبقى رابط الحتة دي،
هو قتيبة بن مسلم. طبعا ملك الصين قال لا يا عم احنا ايه نعمل صلح معاك. طيب، اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر الخطاب نتيجة ايه؟ ده سؤال 41. نتيجة السيطرة على كامل أراضي الدولة البيزنطية. يعني اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر الخطاب عشان ايه؟ السيطرة على البحر المتوسط، استخدام أساطيل البلاد المفتوحة، ضم مناطق الحضارات القديمة. طبعا الحضارات القديمة اللي هي الشام والعراق، دي الحضارات القديمة. لو ما هو الشام كان الحضارة الفينيقية، والعراق الحضارة البابلية. طيب السؤال اللي بعده، استحدث الخليفة معاوية ابن أبي سفيان نظام الصوارف والشوات الذي يتمثل في المشاة، حرس الحدود، الاستطلاع، المدفعية. الاستطلاع لأنه الجيوش الصغيرة والحملات العسكرية الصغيرة اللي كانت بتطلع على الحدود اللي هي الثغور والعواصم في الشام، كان هدفها الاولي او رقم واحد الاستطلاع. استطلاع البيزنطيين هم فين، جنودهم قد ايه، هيعملوا ايه عشان نستعد ويبقى من بدري بدري قبل ما يخشوا علينا. وطبعا بعد كده شويه شويه تحول المسلمين من الدفاع الى الهجوم في المناطق بتاعه الثغور والعواصم في الشام. نستنتج من ظهور الدوله معرفش سؤال كام ده، ده 43 عشان الاخطاء خطأ مطبعي. الدولة المستقلة. نستنتج من ظهور الدولة المستقلة أو الدول المستقلة. نستنتج من ظهور الدول المستقلة. نستنتج من ظهور الدول المستقلة في الدولة العباسية على ضعف قدراتها العسكرية، فقدان سيطرتها السياسية، كثرة أعدائها خارجيا، امتداد الدولة واتساع. لا، ضعف قدراتها. ورغم ان امتداد الدولة واتساعها برضه إيجابي، بس دي الأصح. لأن أنا قلت لك في العصر العباسي بالذات الثاني الدولة العباسية بدأت تقل وتضعف، فبالتالي بقينا محتاجين دول تانية تبقى تحت اسمنا اسما بس، زي الأغالبة، زي الحمدانيين، زي الإخشيد، زي الطولونيين، يساعدوا ان هم يعملوا الفتوحات نيابة عنا، بس بسبب ضعف قدرتنا العسكرية. ولو اني والله برضو يعني امتداد الدولة واتساعها تمشي. اقول لك حاجه، الاجابه الصح انا معاك في دي، برافو عليك، الاجابه الصح هي دي يا جماعه. وانا كنت قايل لك من الاول، ما هو الاثنين دول صح. مين الاصح؟ امتداد الدوله واتساعها. لان انا ما ينفعش اقول ضعف. ليه بقى؟ لان ايام هارون الرشيد، وده كان العصر العباسي الثاني، لما كان بيحاول يسيطر على البحر المتوسط، قبرص وصقليه، واستخدم دوله الاغالبه في صقليه، كانوا اقوياء. يعني عهد الخليفه هارون الرشيد كان قوي جدا، قوي جدا يعني، وكانت من ازهى العصور. فهو الحقيقه لو انا، خد بالك اصل الدوله العباسيه، الخلافه العباسيه ورثت من الامويين دوله اسلاميه كبيره جدا برا وبحرا. عشان تسيطر على كل ده هي مش هتقدر تسيطر عليه. فكان الاولويه مش الضعف في قوتها، وانما بسبب امتداد الدوله واتساعها. واسف جدا للخطا. سؤال 44، اصبح هناك فاصل طبيعي، خد بالك، بين الدوله الساسانيه اللي هي الفرس تحديدا جوه العراق، والدوله الاسلاميه بالعراق بعد حرب ايه؟ حرب القادسيه. يا جماعه حرب القادسيه بعدت المسافه، بعد ما انتصرنا فيها بعدت المسافه ما بين حدود الدوله الاسلاميه والفرس. بعد ما كانت الحدود الفرق بيننا قريب اللي هو لغايه العراق، لا، بعد ما كسبنا الساسانيين والفرس وقضينا عليهم في معركه القادسيه، استطعنا ان احنا نمد الحدود بتاعتنا، بقت اكبر، بقى الفاصل اكبر. مش الفاصل بينتهي عند العراق وعند حدود العراق يبقى ما بين الدوله الاسلاميه والفرس، لا، احنا خدنا العراق فامتدت الى جبال زاجروس، واللي هي جبال موجوده في ايران. طيب بيقول هنا، قال الخليفة الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي ردا على موسى بن نصير، قال له ايه؟ خذها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها، ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. أهم الدروس المستفادة من فتح المسلمين الأندلس وفقا للنص السابق: إدارة أزمات، والإتقان في العمل، والتخطيط الجيد، والاستفادة من الموارد المتاحة.
ازمه. هو مش في ازمه طبعا، انا بس بفهمك هو عاوز يقول ايه. الوليد بن عبد الملك بيقول لموسى بن نصير لما قال له انا عاوز افتح الاندلس، قال له ايه؟ ابعت سرايا اختبر. قلناها 100 مره النهارده. ده اداره ازمه؟ هو لسه مفيش ازمه. طب اتقان عمل؟ لا. استفاده من موارد متاحه؟ ما في. هو التخطيط الجيد ده تخطيط جيد. ما هو انا ما ارميش الجنود بتوعي ابقى غشيم وارمي الجنود بتوعي في التهلكه، ربما يكون في مشاكل وفخاخ، عناصر مفاجاه. لازم ابعت ناس تشوف الدنيا فيها ايه، استطلاع اللي هو المخابرات، وبعد كده اشوف بقى احط رجلي ولا ما احطش. ماشي. سؤال 46. حققت الدولة الإسلامية في الأندلس إصلاحات اجتماعية من خلال حرية مارس العقيدة، ولا نقل عاصمة إلى قرطبة، ولا تعمير وبناء المنشآت، ولا القضاء على نظام الطبقات؟ شوف، لما المسلمين فتحوا بلاد الأندلس من أهم الحاجات اللي عملوا إصلاحات إدارية وعملوا منشآت وعملوا. بس أكتر حاجة مهمة جدا إن هم قضوا على النظام الطبقي ونظام العبودية. يعني الكل سواسية أمام الدين وأمام الإسلام. الغفير زي الوزير، مفيش حاجة اسمها عبودية. في سؤال 47 بيقول لك أول قائد للجيوش الإسلامية وطأت أقدامه قارة أوروبا. أوروبا دي بنتكلم في أسبانيا اللي هي الأندلس. مين؟ عقبة بن نافع. يا عم عقبة بن نافع ده كان الساحل، كان الشمال الإفريقي، تونس والمغرب وليبيا وبتاع، والراجل مات في الآخر. لا مش ده. طيب حسان بن نعمان ده كان المغرب لما قضى على الست اللي هي، فاكر يا واد اللي هي اسمها ايه الولية دي، الكاهنة بتاعت رئيسة البربر. موسى بن نصير ولا طارق بن زياد؟ بص، هو ده واحد من الاثنين. موسى بن نصير ده كان القائد العام، يعني يدي خطط لكن القائد اللي نزل على ارض المعركة نفسها وكسب وبتاع ده كان طارق بن زياد. يعني بس عشان ايه وطأت اقدامه اوروبا اللي هي ايه، اسبانيا. في سؤال 48 بيقول يستثنى، خد بالك دايما، يستثنى من الإجراءات التي اتخذها العباسيون للسيطرة على مناطق الثغور والعواصم في الشام، يستثنى منها إيه؟ وإقليم آسيا الصغرى اللي هي تركيا. يستثنى منها نظام الصوائف والشواتي. لا، هو العباسيين استخدموا نظام الصوائف والشواتي. وخروج الخلفاء العباسيين الحرب، الروم بأنفسهم خرجوا. تبادل الأسرى بين المسلمين والبيزنطيين حصل. الحاجة الوحيدة اللي ما حصلتش تستثنى وما خدهاش العباسيون للسيطرة على مناطق الثغور والعواصم وآسيا الصغرى هي تركيا في أوروبا، يعني هو إن هم ما عملوش حصار للقسطنطينية. خلاص. طيب ما عملوا اللي عمل الحصارات دي كان الايه الامويين، الوليد بن عبد الملك الراجل المحترم ده. و و و طيب في سؤال 49 بيقول انتهى وجود اليهود في شبه الجزيرة العربية. برضو ده سؤال على الباب الاولاني، ما علينا. او الوحدة الاولى، انتهى وجود اليهود، ما بقاش في يهود في شبه الجزيرة العربية في عهد الرسول؟ لا. خلفاء الراشدين اول واحد اللي هو ابو بكر؟ برضو لا. طب تاني الخلفاء عمر بن الخطاب ولا التالت اللي هو عثمان؟ لا. طبعا هو تاني الخلفاء اللي هو عمر ابن الخطاب. خد بالك اليهود في عهد عمر بن الخطاب ما كانش ليهم وجود اصلا في شبه الجزيره العربيه، يعني قولا واحدا قطع رجلهم واحسن. والله احنا عاوزين عمر دلوقتي والله. سؤال 50 يدل عهد الامان اللي عمل عمر بن الخطاب مع بطريرك بيت المقدس، عهد الامان الذي اعطاه عمر بن الخطاب لاهل ايليا او الياء لأهمية المدينة الدينية، ولا استسلام أهل إيلياء آسف، ولا قوة بأس المسلمين وتسامح الدين؟ لا، هو عهد الأمان ده تسامح دين على طول. أنا بعمل لك عهد كده يحميك. احنا قوة إسلامية وفتحنا وسيطرنا وعملنا كل حاجة، بس احنا هنديك الايه، الأمان في نفسك، في مالك، في حياتك، في دينك وحرية العقيدة. فده نوع من الايه، التسامح الديني. آه، طيب
في سؤال 51، بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها شرقا في عصر طبعا العباسي. احنا قلنا الدولة الإسلامية عموما شرقا وغربا وصلت إلى أقصى اتساع لها ده في العصر العباسي، يعني مش الأموي، مش الخلفاء، إنما العصر العباسي كان أكبر اتساع، لأن هم كملوا الشغل بتوع الخلفاء اللي قبليهم كلهم، فوسعوا زيادة، خاصة إنهم كانوا بيستخدموا دول مستقلة تشتغل لهم بالإنابة والوكالة وتحارب باسم الخلافة العباسية وتوسع أكتر وأكتر. أي من هذه الجهات، سؤال 52، دي الجهات فعلا، الجهات عشان إيه خطأ الموضوع، أي من هذه الجهات كانت الأقل خطورة على الدولة العباسية؟ طبعا الجنوبية، لأن احنا قلنا شرقا وغربا وشمالا دي كلها كانت مناطق معارك، لكن الجنوب الوحيدة اللي كانت هادية. عففت فعلت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. يعني انت كنت كريم النفس عفو النفس، ويعني راقي النفس نزيه النفس، ما بتسرقش ما بتقتلش ما بتظلمش، فرعيتك بقت زيك. مقولة أحد الصحابة في وصف أمانة عمر بن الخطاب، إنه قد إيه أمين. واحد من الصحابة، مين هو الراجل ده؟ هل هو عمرو بن العاص، ولا عثمان بن عفان، ولا علي بن أبي طالب، ولا سعد بن أبي وقاص؟ اللي قال يا جماعة الجملة دي علي بن أبي طالب. في سؤال 54 الراجل هنا بيقول، عشان برضو نشوف الأسئلة المقالية في 54، أولى الجهات التي انطلقت إليها الجيوش الإسلامية، يعني أول جهة انطلقت إليها الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية. بص، هي راحت لمنطقة الشمال مبدئيا. مش احنا قلنا كان الشمال دي منطقة الشام، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية بعت رسائل، فالمبعوث بتاعه تم قتله، فبدأ يحاول يبعت بقى ايه جيش مسلمين لفتح منطقة الشام شمالا. فاذا منطقة الشمال، فالجنوب دي لا والجنوب دي لا، يبقى هي الشمال، فهي الشمال الشرقي. طيب في سؤال 55، تختلف الدولة الطاهرية والغزنوية والسامانية عن الدولة الزيدية في ايه؟ طبعا خد بالك ان الدولة الزيدية قلنا من شوية دي كانت عدو للعباسيين، لكن الدولة الطاهرية والغزنوية والسامانية دي كانت البلاد المستقلة اللي بتحارب بالوكالة عن الدولة العباسية ومع الدولة العباسية اخوات قوي. فعلى يبقى تختلف الدولة الطاهرية والغزنوية والسامانية عن الدولة الزيدية في علاقتهم بالدولة البيزنطية، ولا زيادة القوة العسكرية، ولا الولاء للخلفاء العباسيين، ولا تثبيت لا طبعا الولاء للخلفاء العباسيين، لأن احنا قلنا دول كان عندهم ولاء للدولة العباسية، دول لا، الزيدية لا. طيب أكدت نتائج فتح المدائن على تحقيق مبدأ فتح المدائن الوفاء بالعهد. خد بالك فتح المدائن هنا الانتصار على الفرس واخذ سوار كسرى يعني بالكاف، كسرى مش بالقاف يا عم الحاج، صباح الفل. واخذ سوار كسرى. هقول لك الحكايه فين. يمكن ده سؤال مرتبط البابين مع بعض يعني، او الوحدتين. في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان مع ابو بكر الصديق، سيدنا ابي بكر الصديق، وهم مهاجرين ليثرب، فكان بيطاردهم سراقه، واحد اسمه سراقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وعدوا بانه هياخد سوار كسرى ملك الفرس. وفعلا لما دخلوا الفرس وخدوا القصر الابيض عملوه مسجد، وبعتوا البشارات للمسلمين والخلافه في المدينه. كان ملابس كسرى والمظات كسرى والاساور كسرى، الحاجات الجميله بتاعت الملك دي كلها راحت ومسكها في ايده عم ايه سراقه، وده كان وفاء بالعهد، يعني اللي عهدوا بيه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يتوفى.
وطبعا كان القائد في الفترة دي في معركة المدائن سعد ابن أبي وقاص اللي حاصر من المدائن الفرس لمدة شهرين لغاية ما أخدها يعني. في سؤال 57 الراجل بيقول لي تعد من العوامل المشتركة لفشل الأمويين في فتح القسطنطينية وهزيمتهم في معركة بلاط الشهداء. طبعا بلاط الشهداء اللي هي معركة بوار بواتي بتاعت فرنسا. ايه العامل المشترك بين فشل الأمويين في فتح القسطنطينية وهزيمتهم في معركة بلاط الشهداء؟ شوف، الأمويين فشلوا مرتين، في القسطنطينية وحصارها وفتحها، وفي معركة بلاط الشهداء. كان في صفة مشتركة في المكانين دول عشان كده هم فشلوا. ايه بقى؟ انخفاض الروح المعنوية للجنود، ولا وجود تحالفات عسكرية مضادة للمسلمين ولا مواجهة الجيوش الإسلامية لظروف جغرافية صعبة. هي دي مواجهة المسلمين وجيوش المسلمين لظروف جغرافية صعبة، اللي هي المطر الشديد والبرد القارس. ظروف لم يعهدها المسلمين اللي جايين من مناطق حاره وبتاع صحاري وشغلانه، فجاه تلاقي برد شديد جدا وامطار جزيره، فما كانوش قادرين يعني. سواء في القسطنطينيه او بلاط الشهداء كان نفس العامل المشترك اللي افشل الامويين بان هم يحققوا انتصارات او اي انتصارات في المشهدين دول، بلاط الشهداء والقسطنطينيه. في سؤال 58 تركزت معظم فتوحات الدوله العباسيه، الدولة العباسية، المشرق الإسلامي، جزر البحر المتوسط، المغرب الإسلامي، أراضي الدولة البيزنطية. في 58 المشرق الإسلامي، منطقة المشرق الإسلامي كانت أكتر المناطق اللي كانت الدولة العباسية بتعمل فيها فتوحات. سؤال 59 أول من فكر في نشر الإسلام ببلاد الشام؟ مين أول حد كان بيحاول إنه ينشر الإسلام في بلاد الشام؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. برضو ده سؤال من الوحدة الأولى. فاكر هقولها تاني، بعد صلح الحديبية بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعت رسائل سلام ودعوة إلى الإسلام في بلاد الشام اللي كان ماسكهم الرومان، وحسوا ساعتها الرومان أو البيزنطيين إنه الإسلام خطر عليهم، ومن هنا بدأوا يعدوا الجيوش لمقاتلة المسلمين. ومن هنا حصلت غزوة مؤتة اللي استطاع خالد بن الوليد يخرج فيها بأقل الخسائر لما كان عدد 3000 هم 200,000. اختلف الأمويين عن العباسيين في الفتوحات الإسلامية باعتمادهم على القادة. الأمويين اختلفوا عن العباسيين في الفتوحات الإسلامية باعتمادهم على القادة. الترك، يعني الأمويين اعتمدوا على الترك، اختلف الأمويين عن العباسيين في الفتوحات الإسلامية باعتمادهم على الترك، قادة الترك الأتراك، ولا قادة الفرس، ولا العرب، ولا الروم. طبعا خد بالك العباسيين اعتمدوا على الفرس، فبالتالي مش الفرس. الروم أكيد مش موجودة، دول أعداء أساسا. إذا يا الترك يا العرب. يبقى الأمويين اعتمدوا على مين؟ العرب طبعا. هو مش الأمويين اعتمدوا على العرب يا جماعة، هو مش اعتمدوا على موسى بن نصير، مش اعتمدوا على طارق بن زياد، مش اعتمدوا على عقبة بن نافع، مش اعتمدوا. لكن بالنسبة للعباسيين اعتمدوا على الفرس، زي ما اقول ايه، اسد بن الفرات مثلا. عندي لا حد مهم جدا اللي هو الفارسي، مش فاكر اسمه ايه، انتوا فاكرينه؟ حد من الفرس كانوا بيعتمدوا على الفرس فيها. لكن اللي انا اهم حاجه عندي انه الامويين اختلفوا على العباسيين انهم كانوا بيعتمدوا على القاده العرب، لكن العباسيين كانوا بيعتمدوا على القاده الفرس تحديدا. يعني هو بيقول اختلف العباسيين انهم اعتمدوا على القاده الايه؟ العرب. في سؤال رقم 61 بيقول لي يرجع فشل الامويين تاني. السؤال ده على فكره مهم جدا يا جماعه، هيجي لكم. يرجع فشل الامويين في فتح القسطنطينيه لاسباب سياسيه اقتصاديه؟ لا. دينيه جغرافيه؟ لا. جغرافيه عسكريه دينيه لا، انما جغرافيه عسكريه.
طبعا جغرافيا لصعوبة المناخ، برد قارس ومطر شديد. عسكريا ان هم كانوا مجهزين نفسهم بكرات النار والحواجز والسلاسل والبتاع. اختار الخليفة أبو بكر الصديق القائد خالد بن الوليد لفتح العراق لأسباب عسكرية دينية سياسية اقتصادية. عسكرية لأنه كان ماهر بالحروب والاستراتيجيات العسكرية والخداع العسكري. في سؤال رقم 63: يدل قبول عمر بن الخطاب لشروط بطريرك بيت المقدس على معرفته بطبيعة الروم، رسالة مبدأ المواطنة، تقديره لمكانة الدينية، تعجله في اتمام الفتح. طبعا تقديره لمكانة المدينة. هو ليه كان عمر بن الخطاب قبل شروط بطريرك بيت المقدس وقال خلاص نعمل اللي انت عاوزه ونعمل بيننا صلح وبتاع؟ لان بيت المقدس له مكانة دينية. بيت المقدس. طيب دلوقتي هنبدأ بقى نشوف الأسئلة المقالية اللي هيجي لك منها سؤالين في الامتحان. ومهم جدا 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 انك تاخد بالك لو اتزنقت اكتب اي حاجة ما تسيبش. لكن احنا حلينا كتير أسئلة مقالية، وتعال نشوف في محاضرتنا النهاردة بعض الأسئلة المقالية. طب يا شباب، احنا قلنا في الامتحان هتقابل آخر الامتحان سؤالين مقالي. تعال نشوف الأسئلة المقالية نظامها ايه. بالمناسبة كنت عايز اقول لكم حاجة مهمة. كل الأسئلة اللي أنا بحلها مع حضرتك دي جميع المحافظات اللي نزلت فيها أسئلة وامتحانات. يعني أنا جبت لك القاهرة واسكندرية والجيزة وكفر الشيخ وشبرا. بص، كل المناطق في مصر اللي نزل فيها الامتحانات جمعناها كلها وحليناها سوا وشرحناها وعملنا اللازم ان شاء الله. شوف يا سيدي، يعني عشان ما تعبش نفسك بتقول احل امتحانات، احل مش عارف، ما تحلش حاجه، احنا حلته لك كله. في الاسئله المقاليه عندي سؤال 64 هنا يقول لك ايه؟ فسر اسباب عدم قدره الامويين على مباغته الروم وفتح عاصمتهم القسطنطينيه. ليه الامويين ما قدروش يبغتوا الروم في عاصمتهم القسطنطينيه، ان هم يقدروا ياخدوا القسطنطينيه ويفاجئوا الروم وياخدوها وبتاع؟ ما انا قلتها حوالي 3 4 5 مرات في الاسئله اللي حليناها. اول حاجه للظروف الطبيعيه الصعبه جدا. يعني احنا عندنا امطار شديده جدا 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 في منطقه القسطنطينيه اللي هي تركيا والاناضول. عندك برد شديد، عندك امطار غزيره، عندك الابراج اللي بتمنع من المفاجاه، الابراج بالذات. عندك الحواجز الطبيعيه والسلاسل اللي كانت تمنع اي عدو او خصم يخش عليهم. ادي الاسباب. اول سبب الاسوار الضخمه، الابراج العاليه عشان موضوع المباغته ده، البرد الشديد والامطار الغزيره، ووجود مرض الجدري بالمره. طيب السؤال اللي بعده، الراجل بيقول لي طيب في سؤال بيقول دلل على صحه العباره لم يكن القتال يشكل اولويه عند المسلمين في فتوحاتهم. يعني المسلمين ما كانش القتال هو رقم واحد بالنسبه لي. ايوه، ده اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان منهجه واتبعه الخلفاء من بعده. فالإجابة هتكتب لي كده: حيث كانت من مبادئ الرسول فكان الاختيار بين ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. بس دي الإجابة يا أستاذ. السؤال اللي بعد كده الدنيا لطيفة، يعني بيقول لك حدد النتائج التي ترتبت على فتح المسلمين لبلاد المغرب. فاكرين بقى بلاد المغرب؟ موسى بن نصير، طارق بن زياد، عقبة بن نافع، حسان بن النعمان. الناس دي كلها فتحت المغرب. ايه النتيجة اللي حصلنا عليها؟ نتيجة ايجابية، نتيجة فتح منطقة المغرب وبلاد المغرب. دخول البربر الاسلام، الانتشار اللغة العربية بتاعت الاشتراك في الفتوحات الاسلامية. يعني كل الموضوع بيتكلم عن البربر اللي هي كانت الست بتاعتهم الكاهنة دي. اتعلموا اللغة العربية، دخلوا الإسلام، بقوا من ضمن المواطنين والمسلمين، وبيحاربوا مع المسلمين في فتح الأندلس. حاجة لطيفة جدا. سؤال 67 بيقول الراجل حدد الدروس المستفادة من هزيمة الجيوش الإسلامية في معركة طور بواتيه. فكر واهبط بقى، لو مالكش إجابة بناء على اللي ذاكرته اكتب اللي يجي في دماغك بدل ما تسيبها فاضية.
اوعى تسيب السؤال المقالي فاضي. ايه الدرس المستفاد من هزيمة الجيوش الإسلامية في معركة تور بواتيه؟ الدرس المستفاد ان انا لازم اعلم الجنود بتوعي كمسلمين ان هم يقدروا يحاربوا في كافة الظروف الصعبة والسهلة. يعني انت بتعود على الصحاري والشمس الفظيعة طب لو جالك مطر وبرد قارس اقدر زي ما بنعمل القوات الصاعقة دلوقتي وبتاع. يبقى دي اول درس مستفاد، حرص القادة المسلمين على تدريب الجنود على مختلف الظروف المناخية، برد بقى مطر حر انا اقدر احارب. رقم اتنين، برضو الحاجة اللي انا اقدر اخد بالي منها استقرار الفتوحات قبل فتح مناطق جديدة. انت فاكر كان من ضمن الاسباب اللي اتهزم فيها المسلمين في معركة بور بواتيه بتاع تشارل مارتل الفرنسي وكسبنا وبتاع، ان من ضمن الاسباب الرئيسيه ان كان المسلمين منهكين وضعاف جدا جدا بسبب الفتوحات الاسلاميه كتير جدا، فكان المفروض ياخد راحه ويقعد فتره كبيره بعدين يحارب، لكن ما يحاربش وهو على اخره من التعب. يبقى برضو الاستفاده الثانيه ان لابد من استقرار الفتوحات قبل فتح مناطق جديده. يعني استقر الفتوحات، اثبت، اخد راحه وبعدين ابقى افكر في فتوحات جديده. يبقى الدروس المستفادة حرص القادة المسلمين على تدريب الجنود على مختلف الظروف المناخية الصعبة، استقرار الفتوحات أولا قبل فتح جديد أو قبل فتح مناطق جديدة. السؤال اللي بعده، ما النتائج اللي ترتبت على فتح الصبيطلة اللي هي تونس؟ النتيجة لما انتصار المسلمين بعد أن جاءهم المدد من المدينة، قتل جرجيروس أو جرجيريوس، ارسال الجيوش بعد كده لفتح مدينة قفصة وحصن الأجم. سؤال 69، يعد عصر الخلفاء الراشدين أكثر عصور الدولة الإسلامية أهمية بعد عصر النبي، دلل على صحة العبارة. هو بيقول إن عصر الخلفاء بتاع عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، كان بيعتبر عصر مهم جدا جدا بعد عصر النبي. ليه؟ قال لك لانه اول حاجه لانه تحددت الملامح النهائيه والرئيسيه والاساسيه للدوله الاسلاميه، حيث تم تحديد في ملامح الدوله الاسلاميه، بقى ليها جيش وبقى ليها نظام وبقى ليها دستور وبقى ليها. اتنين، زادت ثقه المسلمين في او المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين، زادت ثقتهم ومهاراتهم الحربيه. يبقى ليه يعاد عصر الخلفاء الراشدين من العصور الدولة الإسلامية أكثر العصور أهمية بعد النبي؟ لأنه تكونت الملامح الرئيسية للدولة الإسلامية وزادت ثقة المسلمين في أنفسهم. ماذا كان يحدث؟ أحيانا يجيب لك أسئلة ممكن أعمل فيها 10 إجابات مختلفة كلهم صح، يعني دي بتاعت الطالب، ودي ممكن جدا تلاقيها زي ما يجي يقول لك إيه، ماذا كان يحدث إذا انتصر الروم في معركة اليرموك؟ طبعا انتوا عارفين 634 ميلادية 13 هجرية 634 ميلادية لما انتصر خالد بن الوليد على الروم في معركة اليرموك. قال لك طب ما تيجي نعمل ايماجينيشن او تخيل انه يحصل ايه لو خالد بن الوليد ما انتصرش. يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ اول حاجة لظلت الشام تحت الحكم الروماني، وتظل منطقة الشمال أو منطقة الشام تحت الحكم الروماني. الحاجة التانية تأخر فتح بيت المقدس. بس عايز تقول إجابات تانية تمشي حسب خيالك، ده صح وده صح وده صح. بكده خلصت وخلص الوحدة التانية في المراجعة بتاعتنا. يا رب أكون قدرت أعمل حاجة كويسة لحضراتكم. مبروك، ونشوفكم في الترم القادم بإذن الله. باي باي، السلام عليكم.